يوميا مخك بيكذب عليك كذبة وحضرتك سارح في ملكوت الله ومصدق. الغريب والخطير انك ممكن تصدق مخك من غير انت ما تحس. يعني مثلا كل مرة تفكر تبدأ فيها في حاجة جديدة تلاقي البرنس بتاعك جاي بيهمس لك، ايه ده انت معقول هتبدأ دلوقتي؟ يا عم اصبر لما النفسية تتحسن، يا عم اصبر لما تبقى فاضي. الخطير انك بتصدق لان الموضوع بيبان منطقي، والحقيقة انك في اغلب الاوقات مش مستني الوقت المناسب، انت مستني الاحساس المناسب. والمشكلة الكبيرة ان احساسك المناسب ده نادرا لو جالك قبل ما تبدا اي حاجه. مش عايزك تصدق كلام، انا عايزك تسال اي شخص ناجح هتكتشف ان هو ما كانش متحمس طول اليوم ولا كان عنده اي دافع طول الوقت، هو بس مجرد بدا، ومع البدايه الدافع بدا يحضر. وده لان مخك بيحب الامان، واي حاجه جديده بيعتبرها خطر ومخاطره عليه، فدايما تلاقيه بيحاول يقنعك باي حاجه جديده ان التاجيل بتاعها ده قرار حكيم مفيش منه. لكن الحقيقه اللي معظمنا ما يعرفهاش ان ده خوف متغلف بالمنطق بيوهمك بيه عقلك. فعشان كده هتلاقي الكذبة الأكبر إنك أنت ما أنتش قادر ولا حاجة. لا يا برنس، ده الكذبة الأكبر والأخطر إنك مقتنع إنك هتبدأ بكرة. فبالله عليك يا أخي مع نفسك كده، كام مرة بكرة جه وحضرتك لسه مستني؟